بما ان دابا الموسم ديال الفريز، اجيو نحضروا احسن كونفيتور ديال الفريز ناجح 100%. ما كاينش فرق بينه وبين هذاك اللي كنشريو في الحانوت. كيجي زوين بزاف وبطريقه سهله وسريعه. تبعوا معايا الطريقه. اول حاجه غنعملوها، غنمشيو نشريو الفريز. هانتوما كما كتلاحظوا الفريز زوين تبارك الله وطري تبارك الله ما شاء الله. بما ان هذا ما كاينش غنمشي نشري عند واحد اخر. هانتوما مشيت عند واحد اخر قلت ليه عمل لي 2 كيلو ديال الفريز. ثاني حاجه غنعملوها، غنمشيو ناخذ السكر سنيده. هانتوما من بعد ما خديت الفريز ديالي هو كيجي طري وزوين وما خاسرش كما كتلاحظوا. هنايا غادي نغسلوه، ما غاديش نحيدوا ليه هادو، غادي نغسلوه اولا ابخي غادي نحيدوا ليه هادي. هنايا غادي نغسلوه مزيان كما كتلاحظوا حيت كيكون موسخ صراحه. نغسلوه مزيان. من بعد ما غسلناه غادي نبداو نحيدوا ليه الراس. يعني نحيدوا ليه هادشي كامل ورا دغيا ما فيش تماره ما والو. دغيا كنساليه. من بعد ما غسلت، من بعد ما حيدت ليه الراس كامل غادي نوضعوه في واحد الاناء وغنضيفوا عليه الخل. بالنسبه للخل كيحيد الجراثيم والميكروبات وداكشي كامل. ومن بعد غادي نخليوه واحد ربع ساعه تقريبا، وعاد غادي نعاودو نغسلوه تاني مره باش يتحيد منه، باش يتنقى ويتحيد منه الخل. من بعد ما غسلتو هانتوما غادي نبداو نقطعوه هكا طريفات صغار. بالنسبه علاش قطعتو طريفات صغار؟ باش يجي داخل ليه السكر مزيان، وثاني حاجه باش يجيني طايب مزيان. وثالث حاجه ما غاديش نحتاج لا ميكسور لا خلاط كهربائي، يعني ما غاديش نحتاج نطحنوه نهائيا، يعني غيطحن بوحدو. بالنسبه من بعد ما ساليت الكميه كلها دابا ما استعملتش 2 كيلو كلها، استعملت هنايا غير كيلو اللي استعملت. بالنسبه للكيلو غنضيفوا ليه نص كيلو ديال السكر. الا درتو 2 كيلو غتضيفوا ليه كيلو ديال السكر. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي واش نقدروا نقصوا السكر، بالنسبه للسكر هو اللي كيحافظ عليه باش يبقى مده اطول، خصوصا الناس اللي كيديروا واحد الكميه اللي هي كثيره وكيبغيو يحافظوا عليه مده طويله. من بعد ما خلطته غادي نوضعوه في الثلاجه، ماشي في الفريكو. انا بيتو في الثلاجه ليله كامله. الا ما عندكمش الوقت تقدروا تخليوها الماكسيموم 4 ساعات. هانتوما من بعد ما خليته ليله كامله في الثلاجه، هانتوما كيفاش كيجي، يعني كيطلق الماء ديالو كامل وكيتخلي السكر مزيان وتالق الماء ديالو بزاف. هانتوما السيرو ديالو تالقوا بزاف. هنايا غادي نوضعوا واحد الكاسرون وغنفرغوا فيه الكميه كلها على حسب الكميه اللي عندكم، وغادي نوضعوا على نار متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده بزاف، وغادي نخليوه يغلي. ومن بعد ما كيغلي كنبداو نحيدوا ليه الكشكوشه. هانتوما كنبداو نحيدوا ليه الكشكوشه اللي كتكون في الفوق وكنحركوه. كنحيدوا الكشكوشه وكنحركوه، يعني ما نساوش عليه حيتاش راه يقدر يتحرق، يعني ما نساوش عليه. كنحيدوا الكسكوشه وكنبداو نحركوه. وهنايا غادي نضيفوا ليه حامضه، عصير ديال الحامضه كلها. الا درتو تقريبا 2 كيلو غتضيفوا عصير ديال 2 حامضات. هانتوما باش ما كيطيب راه كيتبدل ليه اللون ديالو. بالنسبه للناس اللي كيضيفوا ليه البربه ولا شي حاجه ما تحتاجوش تضيفوا ليه لا بربه لا حتى شي حاجه، حيت باش ما كيطيب كيبدا يتغير ليه اللون ديالو. هانتوما من بعد ما طاب راه ما كياخذش معنا الوقت كتير، تقريبا 30 دقيقه نص ساعه. هانتوما كيفاش كيجي كما قلت لكم في الاول، ما غاديش تحتاجوا لا طراب لا خلاط كهربائي لا حتى شي حاجه، كيطيب بوحدو. انا كنبغي الكونفيتور يكون شاد فراسو شويه، مهم الا بغيتو يكون سائل شويه تقدروا تطفيو عليه النار قبل.
عقمت القراعي خصهم يتعقموا ضروري، وثاني حاجه خصهم يكونوا ضروري من الزاج، ويكون الغطا ديالهم ديال الحديد ماشي ديال البلاستيك. هانتوما كما كتشوفوا راه عقمتهم مزيان. بالنسبه للتعقيم غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف باش تشوفوا كيفاش عقمتهم. مباشره من بعد ما ساليت غادي نبدا نعمر القراعي. بالنسبه لهاد الكونفيتور كيجي ناجح 100%، يعني الفرق ما كاينش الفرق بينه وبين هذاك اللي كنشريوه في الحانوت، يعني ما كاينش الفرق. يعني كنبقى نذوق ونعاود نذوق نقول واش غادي نلقى الفرق، والو ما كاينش نهائيا، ولو يعني ناجح 100%، ما كاينش الفرق نهائيا، ما كاينش. بالنسبه للطريقه باش تحتفظوا بها مده طويله، خصوصا الناس اللي كيديروا يعني كميه كثيره، من بعد ما غتعمروا القراعي كاملين غتسدوهم مزيان، يعني غتسدوا مزيان. وثاني من بعد غادي تاخذوا البرمه اولا كوكوت ولا قاميله، المهم اللي عندكم، غتوضعوا فيه الماء النص، خص القرعه كما كتلاحظوا تجي في النص ديال الماء. من بعد ما كتشوفوا الماء بدا كيغلى غادي تحسبوا ليه 20 دقيقه، من بعد غادي تطفيوه عليه وغادي تخليوه حتى يبرد وغادي تحتفظوا به. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تخلوش ليا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهده والسلام عليكم.